اليوم تاني العيد، وبصراحة العيد داز كارثي عند بزاف ديال الناس هاد العام. الغلاء، الشناقة وغياب المراقبة خلى المواطن البسيط هو اللي كيخلص الثمن. لا أرقام واضحة، لا تنظيم، لا حماية حقيقية للمستهلك، وكل واحد ولا كيفكر غير في نفسه. ولكن وسط الفوضى كاين واحد الدرس مهم خاصنا كاملين نفهموه: ما كاين حتى واحد غادي يدوي على حقك إلا ما دويتيش عليه انت. والهضرة موجهة للحريفية، الكهربائي، الصباغ، النجار، واي واحد خدام بيديه وعرق كتافو. راك ما تعلمتيش الحرفة في نهار ولا جوج، دوزتي سنين كتعلم، كتغلط وكتصلح وكتضحي بصحتك باش توصل للمستوى اللي انت فيه اليوم. اذا علاش تبيع خدمتك بثمن طايح؟ علاش تبقى تنافس غير بالرخص؟ المنافسة الحقيقية ماشي في الثمن، المنافسة في الجودة، في الاحترافية والتطوير ديالك. تعلم تقنيات جداد، حسن الخدمة ديالك وخدم بثمن يليق بالمجهود ديالك، حيت مول المشروع ولا المقاول كيربح بالملايين وانت كتبقى تجري من الصباح حتى الليل باش تجمع المصروف ديال النهار. والمشكل الكبير ملي كتضيع صحتك ولا كيضرك ظهرك ولا كيجيك المرض، ما كيتلقى حتى واحد في جنبك. لهذا اعطي راسك قيمة، خدم بالعقل وحافظ على صحتك، وما تخليش اي واحد يحسك ان خدمتك ما عندهاش قيمة. الحرفة عز، ولكن خاص الحرفي حتى هو يعرف قيمة راسو.